نيسلي أكبر شركة الغذاء في العالم، ومع ذلك تواجه اتهامات وفضائح جدلية تجعل بعض الناس يشكوا فيها. فقد اتهمت بتصنيع بديل الحليب الأم الذي يتسبب في مشاكل صحية بسبب احتوائه على مواد ضارة. كما اتهمت بدفع أموال لبعض الأطباء لتشجيع استخدام هذا المنتج دون توضيح مخاطره الصحية. بالإضافة إلى ذلك اتهمت بتوظيف موظفين يرتدون ملابس ممرضات لإقناع الناس بمصداقية منتجاتها، مما أثار استياء عام بشأن نزاهة الشركة. قبل معرفة تفاصيل أكثر عن هذه الشركة، لدي طلب: اضغط على زر الاشتراك وفعل التنبيهات لتكون أول من يحصل أحد المواضيع، ولايك لكي تدعمنا في نشر هذا المحتوى. بعدما تعمقت في دراسة شركة نيسلي استغربت كثيرا، فكيف يمكن لشركة بهذا القدر من الاتهامات والانتقادات أن تبقى دائمة؟ كنت أعتقد أن نيسلي هي شركة عادية، ولكن تبين لي أنها تمتلك أكثر من 2000 شركة فرعية في 186 دولة حول العالم. ولكن هل تعرف ماذا تمتلك أيضا؟ جيرجيو ألماني، ليرن، غارنيير، ميبيلاين، وأكثر من ذلك. أي شركة تخطر في بالك جرب اكتب نيسلي بجانبها وربما تجد أن مملوكة لها. بالنسبة للمستهلكين الذين يفكرون في مقاطعة منتوجات نيسلي، فهذا يمثل تحديا حقيقيا، لأن منتوجاتها توجد في كل بيت. وهذا يثير السؤال حقا: كيف تمكنت شركة مثل نيسلي أن تواجه اتهامات بالشر وبالانتشار والنمو بشكل كبير بهذا الشكل؟ نعود بالزمن. ولد هنري نيسلي في ألمانيا، حيث نشأ في عائلة حرفيين في مجال الزجاج. وكان لهنري الشغف بالكيمياء، وكان حلمه أن يصبح صيدلي. إلا أنه في السن 15 قرر هنري أن يهاجر إلى سويسرا، حيث يتواجد مقر شركة نيسلي حاليا. بدأ هنا هنري بمحاولات في مجال الأعمال، وبدأ في صناعة الأدوية والكحوليات والمستحضرات الطبية. إلا أنه وجد نفسه يبحث عن فكرة جديدة، وفي هذا الوقت وجد مقالا تحدثت نسبة الوفيات بين الأطفال الصغار بسبب سوء التغذية. هذا المقال ألهم هنري لابتكار حلول غذائية تناسب احتياجات الأطفال. فكر هنري في صناعة حليب للأطفال للتمتع بالصحة. وبناء على هذه الفكرة بدأ هنري في تطوير منتوجاته، والتي كانت تهدف ببساطة إلى إنقاذ حياة الأطفال الصغار. وهكذا بناء على هذا الهدف الإنساني تأسست شركة نيسلي، وتبينت رؤية هنري لتقديم حلول غذائية صحية مفيدة للأطفال. الحليب الذي صنعه على يد هنري كان له هدف واضح، هو إنقاذ حياة الأطفال. هذه الخلطة التي جمعت بين الحليب البقر والسكر والزيت الخضر والقمح أصبحت خيارا مثالي للآباء الذين كانوا يواجهون صعوبة في إرضاع أطفالهم. بدأ هنري في بيع منتوجاته ونجح بشكل هائل، وكانت هذه الفكرة البسيطة قد حققت نجاحات كبيرة. حقق هنري نجاحات متتالية إلى درجة أنه اضطر لفتح مصنع كبير لتلبية الطلب المتزايد على منتوجاته. وكما ذكرت لك، كان هناك هدف إنساني واضح وراء هذا الجهود، وكانت نيته نبيلة وصادقة. ولكنه لم يكن يعلم أنه سيواجه في المستقبل تقريرا اسمه نيسلي الرضاع. فعلت شركة نيسلي تغييرا جذريا في تصرفات البشر، حيث أدت منتوجاتها إلى تغيير عادات الأبوة والأمومة بشكل دائم. أثرت سياستهم على الطريقة التي يتم بها تغذية الطفل، وقد تسببت في خروج البشر عن الفطرة في بعض الأحيان. كل هذا يأتي استنادا لتقارير ومقالات وتحقيقات أجرتها الشركة، بالإضافة إلى قضايا التي رفعت ضدها. وصل هنري نجاحاته حتى أنه ساهم في اختراع الشوكولاتة بالحليب، حيث ساعد شخص في سويسرا على تطوير هذا المنتج والاستحواذ عليه. كانت شركة نيسلي تتخذ سياسة الاستحواذ على الشركات المنافسة، حيث كانت ترى فيها مستقبلا واعدا للتحويض عليها. بدلا من المنافسة مع الشركات الأخرى، اختارت نيسلي الاستحواذ عليهم، مما جعلها تتوسع وتكبر بشكل كبير. ولكن في النهاية قرر هنري نيسلي بيع الشركة والتقاعد. عندما باع هنري الشركة أصبح لديها مجلس مشرفين جدد مكون من عدة شركاء. رغم أن أهداف هنري كان أساس إنقاذ أطفال، وربما كانت أهداف ميري أيضا، إلا أنه لم يكن شخصا شريرا. غادر الشركة، وبقية أهداف الشركة جدد محدودة بين جنين الأرباح وتوسع الشركة. في وقتنا الحالي تبلغ قيمة شركة نيسلي 250 مليار دولار. ولكن انتبه،
وهناك سبب وراء هذا الارتفاع والهبوط المستمر في قيمة الأسهم خلال السنوات الخمس الماضية بسبب مقاطعة الناس لمنتوجاتها. في عام 1985 استحوذت نيسلي على أكبر منافس لها وهو شركة الحليب المركز، ولكن عندما استحوذت نيسلي على الشركة قد لا تضع اسمها عليه مباشرة، وقد يظل المنتوج باسمه القديم. ومن الممكن أيضا أن تمتلك نيسلي منتجات التي لا تحمل اسمها. استحوذوا على الشركات واستمروا في النمو، ولكن كان هناك شيء يميز منتوجاتهم الأكثر ربحية، هو حليب الأطفال. عندما قام هنري نيسلي بتطوير هذا المنتج أكد أن هذا الحليب موجه للأمهات التي لا يستطيعون تقديم رضاعة لأطفالهم، وذلك للحفاظ على حياة الطفل. وعندما استوعبت الشركة هذا النجاح قررت التوسع في هذا المجال، لأن هذا المنتج كان مصدر أرباح كبيرة. بدأوا بالتسويق له بشكل كبير ونجحوا في إقناع الناس بضرورة امتلاك هذا المنتج. ومع تقدم الزمن اتخذوا قرارا جريئا في عام 1970 بترويج حليب نيسلي بأنه أفضل من حليب الأم، مما أدى إلى انتشار مقالات تشجع على استخدام هذا الحليب. وبالتالي بدأوا في ترويج له كحاجة ضرورية لكل أم لتغذية أطفالها، وبالتالي أصبح حليب الأطفال لدى نيسلي الحليب الرضع الأول في الأذهان. استخدمت شركة نيسلي المشاهير والمؤثرين في السبعينيات، ومن بينهم الأطباء الذي كان لديهم تأثير هائل على الناس. بدأوا في دفع الأموال للأطباء في جميع أنحاء العالم لإقناع الأمهات بأن حليب نيسلي مفيد لأطفالهم، وهو الأمر الذي لم يكن له أساس علمي. فقد كان حليب نيسلي الذي يحتوي على بروتينات حليب البقر والزيت الخضر والسكر يسبب تسممات الأطفال، خاصة للرضع الذي تقل أعمارهم عن سنة، حيث لا يستطيع هضمه بشكل صحيح. مع ذلك بدأ الأطباء بجدية في إقناع الأمهات بشراء حليب نيسلي، مع ظهور مقالات التي تثبت على أن فوائده أحسن من حليب الأم. زاد عدد المشترين للحليب المصنع. لم يكتفوا بذلك، بل ذهبوا أيضا إلى البلدان النامية في إفريقيا وآسيا، حيث كانت الأوضاع المادية لدى الناس ليست جيدة. هناك قاموا بتوظيف نساء وتدريبهن على التمثيل كممرضات حتى يتجولون في المستشفيات، يقنعون الأمهات بأن أهمية استخدام حليب نيسلي. وبسبب ضعف مستوى تعليم هذه الدول، فإن الناس لا تستطيع تفريق بين الحقيقة والدعاية، وبالتالي كان من الصعب علينا رفض الدعاية التي يقدمونها الممرضين، لأنهم يعتبرونهم مصدر ثقة. تم استخدامهم كمسوقين ميدانيين أيضا، حيث ذهبوا إلى منازل الناس وحثوهم على شراء حليب نيسلي، وكانوا يتلقون مقابل مادي على كل عملية بيع يقومون بها. أصبح يقنعون كل الأمهات بأنه من الأفضل لك ولطفلك أن ترضعي بحليب مصنع، وهذا لم يكن الأمر الأسوأ الذي قاموا به، فلديهم ممارسات أخرى أكثر أسوأ بكثير. لكن انظر إلى هذا الأمر، بدأت الممرضين أيضا في توزيع العينات. وتعرف كيف يعمل الأمر؟ عندما يأتيك شخص ما يسوق لك شيء ويطلب منك تجربته بمجان، إذا أعجبك يمكنك متابعته. بدأوا في توزيع العينات من الحليب المصنع، وعدد العينات كافي كان يجعل الحليب الأم ينقطع خلال تلك الفترة التي يتم فيها استخدامه. لكن الأم بعد مدة من عدم الرضاعة طفلها قد يتوقف إنتاج الحليب لديها، وهناك أيضا احتمال أن يرفض الطفل الرضاعة ويعتاد على حليب الزجاج بسبب السكر. تذكر أن السكر هو شيء يمكن أن يسبب الإدمان، وهذا ما أحدث فضيحة لنيسلي مؤخرا. عندما بدأوا في إعطاء هؤلاء الفقراء عينات كان وضعهم المادي بالفعل غير مستقر، أخذوا هذه العينات واستخدموها بنسبة 100% وأقنعوا أطفالهم بها، مما أدى إلى انقطاع إنتاج الحليب الطبيعي لديهم. ماذا حدث بعد؟ أصبح عليهم بالفعل شراء منتجات نيسلي بنسبة 100%، وزادت مبيعاتهم بشكل هائل. لكن ما هي النتيجة؟ زادت نسبة الوفيات بشكل كبير بين أطفال الرضع في الدول النامية وخاصة في إفريقيا. السبب واضح للغاية، المياه التي يشربونها ليست نظيفة. أنت خلقت حاجة لديهم استخدام منتوجاتك، ولكن لم يكن لديهم المياه النظيفة التي يحتاجونها لتحضير الحليب. هذه المياه ملوثة بشكل كبير، خاصة في إفريقيا، تحمل العديد من الأمراض. الأمهات يتناولون هذه المياه الملوثة ويرضعون أطفالهم بها، مما أدى في زيادة الحد في نسبة الوفيات بسبب الإسهال بنسبة تصل إلى 25%. هنا نتحدث عن الأطفال. هذه الأمهات غالبا ما تكون غير متعلمة، ونسبة كبيرة منهم لا تقرأ أصلا،
حتى الذين يقرؤون قد لا يفهمون التعليمات المكتوبة في العلبة. التعليمات تشير إلى ضرورة غلي الماء قبل استخدامه لتحضير الحليب، لكن هذه المعلومات لم تصل إليهم بسبب الوضع المالي السيء الذي واجهوه. اضطروا لشراء هذه المنتجات المكلفة، فماذا فعلوا؟ بدأوا في تخفيف كمية الحليب وزيادة كمية الماء لتوفيره، مما أدى إلى سوء تقدير الأطفال. لكن الأمهات لم يكونوا يعرفون أن هذه المعلومات، لأنهم لا يستطيعون فهم التعليمات أو تقدير كمية اللازمة للحفاظ على التغذية الجيدة. هذا الأمر أصبح أكثر تعقيدا بسبب عدم وجود أي تدخل لمنع هذه الممارسات الخطيرة. في السبعينيات لم يكن هناك من يعارض إعلانات نيسلي في التلفزيون، ولكن في عام 1974 أصدرت مجموعة من الناس في سويسرا تقريرا اسمه قتل الأطفال، حيث أشاروا إلى عدد كبير من الأطفال الذين توفوا بسبب استخدام أمهات الحليب نيسلي والتأثير السلبي الذي ترتب عنه استخدام أسلوب الغربي في الرضاعة. ساهمت نيسلي في هذا الوضع من خلال 3 أساليب. أولا، صنعت الحاجة غير موجودة مسبقا لتسويق لمنتجاتها، بالرغم من أن الأمهات كانت ترضع أطفالنا بشكل طبيعي. ثانيا، قنعت الأمهات بأن منتجاتها لا تقبل المنافسة، وربطتها بالأفكار المرغوبة لدى الأمهات جعلهم يعتقدون بأنه الخيار الأفضل لأطفالهم. وثالثا، بدأت نيسلي بدعم مشاريع المستشفيات الخاصة بالولادة لتعزيز هذه الحاجة، مما أدى إلى زيادة الطلب على منتجاتها. النتيجة، زاد عدد الوفيات بسبب سوء تغذية الأطفال الرضع بملايين في السنة. وهذا الأمر لم يتوقف، بل استمر ل4 سنوات أخرى، حيث زادت الفضيحة وانتشرت. بدأ الناس في مقاطعة شركة نيسلي. عام 1978 بدأت التحقيقات مع مسؤولي شركة نيسلي بشأن إخلاقية ما كانوا يقومون به، يبيعون منتجاتهم للناس في مناطق التي لا تتوفر فيها مياه نظيفة. في هذا السياق أقرت المنظمة الصحية العالمية قوانين لبيع الحليب المصنع، وفرضت قواعد للترويج له. بموجب هذه القوانين كان من الممنوع تقديم عينات مجانا، وكان من ضروري إبلاغ أشخاص عن أثر استخدام هذه المنتوجات قبل شرائها، وكذلك منعهم من التسويق إذا لم تتوافق هذه المتطلبات. في محاولة تحسين سمعتها، بدأت نيسلي حملة ترويج في الولايات المتحدة تحت اسم سوبر بيبيز لترويج حليب طبيعي من الأمهات. ورغم ذلك استمرت الشركة في ممارسات نفسها في الدول النامية في إفريقيا وآسيا. وفقا لورقة بحثية عدة في عام 2018 تظهر أن الشركة لا تزال تتجاهل قوانين منظمة، مما يوضح عدم التزامها بالمعايير الأخلاقية المحددة. آخر فضيحة تم كشف عنها تتعلق بمستويات السكر المرتفع في منتوجات شركة نيسلي، حيث قامت منظمة بابليك أي بتحقيق شامل، حيث تبين وجود مستويات مرتفعة من السكر في عينات منتجات الشركة في إفريقيا والدول الآسية. تبين أن هناك معدل 7.3 جرام من السكر في كل وحدة، وقد وجد في بعض الدول النامية مثل تايلاند وإثيوبيا وجنوب إفريقيا والهند وبنغلاديش تم إضافة معدل 6 جرام في السكر في كل وحدة من منتجات سيرلاك التي تعتبر منتج للأطفال فقط. التحقيقات كشفت أيضا أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 2 لا ينبغي أن يتناولون أي سكر. ويشتبه أن هدف من وجود كمية كبيرة من السكر في منتجات هو إنشاء إدمان لهؤلاء الأطفال، مما يجعلهم يفضلون منتجات شركة معينة. وعلى الرغم من عدم توفر تحاليل علمية تثبت هذا الأمر، إلا أن شركة نيسلي قد توعدت بالتخلص من السكر في منتجاتها بحلول هذه السنة. هل يمكن أن تكون هذه الأحداث مجرد صدفة؟ يبدو أن الرقابة على الأطعمة في بلدان النامية أقل بالمقارنة مع الدول الغربية مثل بريطانيا وألمانيا، حيث لا يحتوي منتجات نيسلي المباعة في هذه الدول من أي سكر، بينما تظهر نفس المنتجات تحتوي على كميات كبيرة من السكر في بلدان النامية. هذه الفضيحة تظهر كيف أن الشركات عندما تكبر إلى حد معين قد تهتم أكثر بالأرباح من الامتثال للقوانين. هناك العديد من الأمثلة لهذه الشركة في قطاع الأغذية. بالرغم من دفع نيسلي تعويضات بقيمة 9 مليون دولار، فإن هذا المبلغ لا يؤثر على الشركات. الشركة تستثمر في الربح حتى عندما تخالف القوانين، وهذا الواقع المر يظهر كيف يعمل قطاع الأغذية في العالم. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وفعل زر التنبيهات، ولا تبخل عنا بلايك إذا أعجبك الموضوع، وشاركه مع أصدقائك.